فنزل الطرف الثاني، حصل بينهم مشاده كلاميه يعني انتهت بمضاربه بين الطرفين. الطرف الثاني اثبت بالطرق القانونيه وانه يعني تضرر من المشاجره بينه وبين اسلام، وقدم تقرير طبيه بكده. القضاء طبعا انت عارفه اللي له مستندات، زي اتحكم غرامة على يعني. اسلام. اتحكم عليه تعويض مالي وقيمته 442 ألف ريال، وما يقارب من حوالي 2 مليون جنيه مصري، أيوة كان حاجة كده. وسنة سجن. فطبعا تدخلنا في الأمور من الشق القانوني. أولا بدأنا نبحث القضية على مر 3 شهور. حاولنا ان احنا نعمل استئناف للحكم، لكن الاسلام كان تاخر في الاجراءات القانونيه. لقينا ان الاستئناف غير مجدي. بدانا ان احنا وقتها نسعى ان احنا نحل انتوا مع اللي الطرفين. اهتميتوا بالموضوع لوحدكم ولا هم اهل اسلام اللي اتصلوا بيكوا؟ لا، في الحقيقه احنا بدانا ان احنا نهتم طبعا من خلال لوحدكم. التواصل اولا بوالد اسلام عشان هو نقدر انتوا مقركم فين او مكانكم فين او؟ احنا متواجدين عندنا بره مصر في المملكه العربيه السعوديه. اخواتنا داخل مصر هنا برضه عاملين جروبات بسيطه جدا على موقع التواصل الاجتماعي على الواتساب. بس ده كلها اجتهاد جروبات شخصي خدميه. صح؟ بالتاكيد طبعا اجتهاد شخصي، لان احنا امنا من داخلنا ان التعاون مع الجهات المختصه واجب على اي حد. طبعا. يعني مش شرط ان احنا نرمي كل بلاوينا على الجهات المختصه. لا وبعدين احنا كتار قوي عشان نرمي يعني نرمي مشاكلنا. انت اللي قلت نرمي مشاكلنا على الحكومه كل شويه هيبقى صعب قوي، فلازم نساعد طبعا. انت عندك المصريين بالخارج يعني عددهم في المملكه العربيه السعوديه 2 مليون مصري، يعني جمهوريه لوحدهم. بس ما ينفعش ننكر طبعا الدور اللي الخارجيه عاملاه واللي البلد عاملاه والحكومه عاملاه، لكن لازم نساعد احنا برضو طبعا يعني. وعلى الفور بعد ما لقينا الورق وفحصنا كامل القضيه، لقينا ان اسلام يعني يسكن في محافظه الفيوم، عنده اسره بسيطه جدا، اب وام وثلاث اخوات بنات. الراجل ده شاب زي اي شاب سافر بره على امل ان هو يحسن من دخله، لكن شاء القدر ان انت معرضه لميت ال 2 مليون جنيه بسرعه كده ازاي؟ احنا طبعا يعني اجتهدنا اولا في ابراز القضيه، جعلناها قضيه راي عام، وضحنا للناس كلها ان اسلام يستحق كده. بدات ان انا اعمل تحريات عن اسرته في الفيوم، وجدنا ان الناس دي فعلا تستحق كده. لجأت لاحد شيوخ الازهر الكرام، خطيبته، وقلت له بصفه وديه ان في احد الاشخاص الغارمين خارج مصر، هل يحق لي الزكاه؟ قال لي يا محمود يحق لي زكاه المال. بدانا ان احنا نتكاتف مع بعض في جروبات، بدانا ان احنا عمليه النشر تمت على نطاق واسع جدا، وعلى الفور نحمد الله عز وجل في خلال 14 ساعه اتجمع مبلغ 2 مليون جنيه مصري. يعني عشان نقول للعالم من كله. مين يعني؟ من رجال اعمال ولا من افراد ولا من السعوديه ولا هنا ولا؟ في الحقيقه ما اكذبش عليك، يعني من بعض الكواليس اللي ما حدش كان يعرفها، اللي انا خاطرت بالفعل لبعض رجال الاعمال خارج مصر. الناس يعني ردهم كان عليا، طب اصبر علينا شهر، طب العمليه في كساد دلوقتي بسبب كورونا، ما فيش عندنا خزينه. لان الناس البسيطه هي اللي اتحركت. على يعني انا لقيت تكاتف من المجتمع المصري بالخارج دايما يعني شيء مشرف، لدرجه ان انا عايز اقول لك يا استاذ ارهام، الشاشه قدامي كان الرقم بينزل بطريقه غير متوقعه. كان من المصريين اللي بيعملوا في الخارج يعني. تخيلي لما نقول 2 مليون جنيه مصري تتجمع، الرقم كان بيطلع بطريقه فظيعه، يعني خلال الساعات كان بيدخل في حساب اسلام. وطبعا عايز انوه على نقطه مهمه جدا، كافه الامور تمت تحت غطاء شرعي وقانوني بالتعاون مع محكمه التنفيذ السعوديه من خلال رقم حساب شرعي مراقب من الجهات الحكوميه السعوديه، عشان ما يكونش فيها اي تلاعب او اي اجمل ما في الحكايه المصريين. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه. انا تواصل معايا احد الاشخاص قال لي انا لسه موجود في الرياض ولا املك من المال الا 111 ريال، فانا استاذنك انا هتبرع بال 11 ريال دي بس عشان انا اكون شاركت معاكم، لان انا متوقف على العمل. ده طبعا كان موقف صعب جدا عليا. واللي انا عايز اقوله لك برضو، احد الشخصيات البارزه رجال الاعمال من الجنسيه العربيه تواصل معايا في الساعات الاخيره، طلب مني ان انا اوقف كل عمليه التحويلات وان اوقف كل الدعم الاسلامي، وفي المقابل ان هو يتولى بقيه المبلغ. في الحقيقه انا يعني شكرته على يعني اللي هو عايز يدعم. كان المصريين خلاص قاموا بالواجب. انا رفضت، قلت له انت يعني انا اشكرك طبعا، انا اشكرك، لكن انت جيت في الساعات الاخيره والمصريين بالخارج فعلوها بالفعل، وخلاص ساعات لجنه الاحصاء اللي معانا اكدت ان خلال ساعات هيتم انهاء المبلغ. وانا اتصلت وقتها على والده اسلام وقلتها في التليفون مبروكي اسلام تم جمع المبلغ. عملت ايه؟ هي مش راضيه تدخل معانا مداخله، انا كان نفسي اعرف. هي طبعا قبلت اتصالي بالزغاريط وبالبكاء والهستيريه وعدم تسجيل، لان اديله 3 سنين وابنها الوحيد. ويعني انا نفسي تاثرت بالموقف واديت شمس اعصاب وقتها،
لان اسلام شاب بسيط جدا ومن اسره بسيطه، لكن هو في الاول والاخير يا مدام ريهام اسلام مصري، ولينا احنا مصريين بره مصر. زي ما انت قلتي ان الجهات الحكوميه مش هتعمل كل حاجه لوحدها، لا احنا موجودين، الشباب المصري موجود بواعي، وعندما راوا ان الامور كلها تسير تحت نطاق شرعي وقانوني ومراقب من الجهات. اول حاجه سالت عليها قبل ما اعمل المداخله، الفلوس دي اتلمت ازاي عشان طيب يبقى بطريقه شرعيه؟ وحضرتك خلاص شرحت انه تبع المحكمه التنفيذيه في السعوديه. وانا بص، انا بشكرك جدا جدا جدا. وقد ايه والله العظيم مش عشان حاجه، عشان الموضوع جالي الاول وانا حسيت بخيبه امل شديده اني مش عارفه اعمل حاجه. ما ينفعش اطلع على النت اقول مثلا يلا نلم فلوس، يعني ده طبعا مش قانوني بالمره. فلما الموضوع اتحل يعني حمدت ربنا جدا جدا، ويعني حسيت بفخر شديد شديد. ايه يا جماعه الجدعنه دي؟ ايه ده؟ راجل مكلمه بيقول له معايا 111 ريال. والمصريين تكاتفوا حتى بره مصر. ان شاء الله تيجي بلدك بألف سلامه، ومبروك يا ام اسلام مقدما. ومفيش والله، دايما اقول يعني بص، بيقولوا انا عرضت على رجال اعمال ما رضيوش. دايما كنت اقول لكم ان تبرعات صبايا كانت بتبقى فئه 20 جنيه وعملت معجزات على مدار 18 سنه. اوعوا تستهونوا بالراجل البسيط، واوعوا تستهونوا بالراجل اللي عارف يعني ايه مشكله وداء فكره الاحتياج او المرض او انه يبقى في كرب او الناس دي اكتر ناس بتحس بغيرها، وقد ايه عظيمه وقد ايه جدعه. ولو ما عندهاش غير لقمه عيش قد كده بتديها والله لغيرها. والله ده مش معناه ان رجال الاعمال وحشين، لكن صدقوني الناس البسيطه غنيه جدا 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 بجدعنتها، وغنيه جدا 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 بعطائها. وعموما رجال اعمال او ناس بسيطه، والله الجدعنه اللي موجوده في البلد دي مش موجوده في اي حته في العالم. لان انا سافرت كل حته في العالم وتعاملت مع المستشفيات كلها ومع الدكاتره كلها ومع الناس كلها. مصر والمصريين والله اعظم ناس في الدنيا باخلاقهم وبجدعنتهم وبروحهم الحلوه. عشان كده لما بيطلع حاجات سلبيه او كده انا ببقى بس بطلعها عشان عايزه اوعي الناس واقول لهم ما تعملوش كده، واوعوا تخلوا الموضوع ده ظاهره عندنا، وخلوا بالكم من عيالكم من المخدرات، وخلوا بالكم من عيالكم من الناس السيئه، وخلي بالكم لان احنا معدننا واصلنا عظيم جدا. القصه الثانيه اللي معانا قصه غريبه جدا جدا جدا، وهي بتدل الحقيقه على يعني والله الست دي غلبانه جدا. فكره الخلفه وخوفها انها ما تخلفش، وجوزها عشان ما يتجوزش عليها مثلت ان هي حامل في مخده. فضلت 9 شهور حامل في مخده. انتوا متخيلين الضغط النفسي؟ واول ما راحت المستشفى ادعت ان الطفل بتاعها اتسرق. او انا سمعت القصه دي بس انا بالنسبه لي مش منطقيه قوي. فهو في مدير مستشفى بتهيالي احنا ممكن نتصل بيه دلوقتي، في مداخله مع مدير المستشفى بيحكي لنا القصه دي حصلت ازاي، وازاي تدخل بمخده ويقبلوها. ما اكيد لما دخلت كانت عامله سونار، كان حد عارف ان في بيبي. ازاي تدعي بعد كده ان البيبي اتسرق وهي المفروض ان هي ما دخلتش اوضه عمليات ولا حصل عمليه ولاده؟ دكتور احمد النحاس مدير مستشفى قوس، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ريهام. قولي حضرتك الحكايه دي ايه؟ والله يا حضرتك انا كنت في مكتبي وفوجئت باربع افراد او 4 اشخاص. كان يوم الاثنين اللي فات اللي هو 11/1 4 افراد جايين يتهموا المستشفى ان هي خطفت ابنائهم ابناء بنتهم اللي هي وضعت في نفس اليوم الصباح الباكر، نفس اليوم في قسم النساء والتوليد. طبعا انا ما صدقتش الكلام ده، وقلت لهم ازاي اللي حصل الكلام ده؟ طب هي فين؟ قالوا لي دي كتبوا لها خروج بعد يعني الولاده. هي دخلت اوضه الولاده فعلا؟ دخلت اوضه العمليات؟ لا هي ما دخلتش، ما انا هقول لحضرتك هتشوفي بعد كده ايه اللي حصل. يعني ايه اللي حصل؟ ده ادعائهم، هم ادعوا ان هي دخلت الفوا يعني. الفوا. هي اللي الفت عليهم، هي الفت عليهم. غلبانه. فطبعا بعد كده انا جبت دفاتر الدخول في المستشفى وعشان خاطر الاقي اثر الاسم اللي هم قالوه، ما فيش اي اثر.
تمام. بعد كده اتصلت بالدكتور النبطشي اللي موجود في قسم النساء والتوليد عندي في المستشفى، الدكتور محمد حمزه. اكد لي انه ما فيش حاجه من الكلام ده. تمام. اتصلت برئيس قسم النساء والتوليد، هم كان جايبين الست معاهم، كان جايبين بيقولوا الست ايه؟ معاهم. بيقولوا ان البيبي اتسرق يعني؟ بيقولوا ان هي وضعت توأم، وان التوأم ده كان في المستشفى ومشوها بعد كده، خرجوها من المستشفى من غير عيالها عشان خاطر العيال دول هيبعتوهم الحضانات. ده الكلام اللي قالته هي، كان معاها والدتها. ما كانش معاها رجاله. ماشي حضرتك. فبعد كده اتكلمت لما اتصلت بيه